مولاتي السلطانة، دي أم البنت المخطوفة اللي حدثتيني عنها. اتفضل. انت زبيدة صحيح؟ نعم يا مولاتي، أنا عايزة بنتي ترجع لي. ما تخافيش، أنا أوعدك إن بنتك هترجع لك مهما كلف الأمر. ربنا يخليكي لينا يا مولاتي. إبراهيم بيك هتحقق في كل حاجة، وأنا عايزة أعرف التفاصيل منك أول بأول. يا قلب أمك يا بنتي. الطفلة بقالها يومين بتبكي ومش راضية ترضع. يمكن لو جربتي ممكن تهدى. أقدر أشوفها؟ أيوة جربي. دي فرصتك لرؤية بنتك يا زبيدة، ما تضيعهاش. اتشجعي واحبسي دموعك. بنتي. يا طيف الأمس اللي راح في البعد، رجعتي لي يا نور الروح بعد الوعد. بين ضلوعي كنتي وإن غابت الأيام، رجعتي لي يا فرحة القلب بعد الظلام. اهدى، ايه الكلام ده؟ معقول مرات الخواجة عادل هي اللي خطفت بنت زبيدة؟ الكافل إبراهيم، أنا سمعت كلام زبيدة وعايز أفهم الحكاية كلها. حاضر يا مولاتي. كل تحقيقاتي بتقول إن الطفلة كانت مع الخواجة عادل وشخص تاني اسمه سعيد. عادل؟ أنا أخذت الطفلة من عند مراته، كانت عندها. يعني زوجة عادل كانت شريكة في الجريمة. القصة كلها بدأت تتضح. هتحقق في كل حاجة، واللي ظلم الأم دي وبنتها مش هيعديها بالساهل. حاضر يا مولاتي. يا لها من لحظة حين تعانقت الروح بالروح، وسكنت البنية في حضن أمها